تخيل لو تقدر تاخد كل حاجه: جسم لاعب كمال اجسام، قوه لعيب ويت ليفتنج، نفس عداء ماراثون، سرعه عداء 100 متر، مرونه لاعب جمباز، اجيلتي لاعب كوره، وتناسق جسم لاعب كاليستينكس. ببساطه سبايدر مان. مين مش عايز يبقى كده؟ مين مش عايز يبقى شكله كده يديك انه قادر يشيل 200 كيلو وبعدها يجري 10 كيلو وهو بينزل يعمل هاند ستاند، ايه اللي بعدين يطلع على الحيطه عشان السلم بالنسبه له اهانه شخصيه؟ ده بالظبط اللي بيخلي فكره الهايبريد اثليت فكره مغريه جدا. بدل ما تختار حاجه واحده تلاقي نفسك بتقول لنفسك كده: طب ليه ما بقاش كويس في كل حاجه؟ منطقي جدا. بس انا عندي سؤال صغير قوي، يعني لو ان انت تتمرن لكل حاجه ده احسن طريق، ليه ما فيش حد من فطاحل الرياضيين بيعمل كده؟ مش هتلاقي رياضي في رياضه معينه في العالم بيتمرن لكل حاجه. قبل ما نجاوب لازم نفهم حاجه ابسط بكتير: يعني ايه فتنس؟ يعني ايه انسان فت؟ عشان الفتنس مش حاجه واحده، الفتنس له اليمنتس كتير جدا. عندك سترينث، باور، سبيد، انديورنس، موبيليتي، فلكسبيليتي، اجيليتي، بالانس، كوردينيشن، والرياكشن تايم. كل واحده من دول ممكن تتطور بشكل مختلف. فانك تبقى قوي جدا مش معناها تلقائيا هتبقى سريع جدا. انك تقدر تجري لمده ساعتين مش معناها ان انت تقدر تطلع كميه قوه في ثانيه واحده. انك مرن مش شرط معناها يبقى انك باورفul. وان عضلاتك تبقى كبيره مش تلقائي هتبقى اثليت. دي قدرات مختلفه، والانسان على فكره اكتشف الكلام ده من زمان قوي. ارجع معايا الاف السنين هتلاقي ان اليونانيين كانوا بيدربوا نفسهم، بيدربوا اجسادهم بطرق منظمه جدا. كان مفهوم الجيمناستكس مرتبط بالتدريب البدني، قوه وحركه وقتال واداء رياضي. وبعدين حصل تطور مهم جدا، البشر بداوا يتنافسوا. كده اللعبه اتغيرت. عشان طول ما انت بتسال نفسك انا اقدر ابقى فت قد ايه، فانت تقدر تتدرب حاجات كتير جدا. لكن اول ما يبقى عندك منافسه ساعتها السؤال بيتحول انا اقدر ابقى قوي قد ايه في الحاجه دي. والكلمه المهمه هنا هي دي. تعال ناخد البادي بيلدينج. المودرن بادي بيلدينج بدا يتطور من حته السترونج مان والفيزيكال كلتشر، ومن اشهر الاسماء يوجين ساندو. عارف انت لما مستر اولمبيا يكسب فبيدوا له الساندو؟ اهو ده تمثال الراجل اللي انا بتكلم عليه. ده كان راجل مهم جدا في القصه بتاعتنا، لان ده ما كانش راجل ضخم وخلاص، ده كان ايقونه في رياضه السترونج مان والفيزيكال كلتشر، وكان بيرفورمر، يعني بيعرض للناس، كان بيشيل حجاره تقيله قصاد الناس. وفي سنه 1901 نظم بطوله في لندن جينيس بتعتبرها اول بطوله بادي بيلدينج حديثه. يعني لاول مره المنافسه ما بقتش مين هيشيل اكتر، المنافسه بقت مين شكله احسن واضخم وماسكلر اكتر. الفكره هنا كانت شكل الجسم، بروبورشن وسيمتري وبرزنتيشن، اكنك بالظبط راسم رسمه او ناحيه تمثال وبتعرضه للناس. يعني الهدف اتغير، ما بقتش عايز ابقى اقوى، بقيت عايز ابني جسمي بطريقه معينه جدا. ومن هنا البادي بيلدينج اخذت فكره السبيشاليزيشن او التخصصيه لابعد مرحله. الهدف بقى اكبر قدر من العضلات باحلى شكل ممكن. وطبعا لو ده هدفك فانت مش محتاج تتمرن زي عداء الماراثون، مش محتاج تقضي نص اسبوعك في ان انت تطور الرننج ايكونومي بتاعك، مش محتاج تجري 5 كيلو في اسرع وقت، لان دي مش المسابقه، مش المجال اللي هتنافس فيه. المسابقه حرفيا هي جسمك، والسبيشاليزيشن او التخصصيه ظهر. بص على لعيبه البادي بيلدينج النهارده، البشر بقوا ضخام بشكل غير منطقي. خلاص كده الناس ما عادتش مهتمه بمين هيشيل اكتر وكله مهتم بكميه العضلات. لا، هنا بقى جت رياضه الويت ليفتنج. الويت ليفتنج لما خد السبيشاليزيشن او التخصصيه لابعد مرحله شفنا حاجات مرعبه برضه. الهدف هنا بقى مش انك تبان معضل وقوي، الهدف انك تشيل اكبر وزن ممكن فوق دماغك. الارقام وصلت لمرحله عبثيه. في فئه كده الناس اللي فوق ال 110 كيلو، ارقام الاتحاد الدولي لرفع الاثقال بتوصل ل 218 كيلو، وده في تمرين السناتش اللي انا بمسك البار من على الارض وارفعه على طول فوق دماغي. تخيل ترفع 218 كيلو فوق دماغك. انت مش هتفهمني غير لما تنزل دلوقتي الجيم تحمل على البار 218 كيلو. لو عرفت ترفعه ديد ليفت تبقى جامد قوي. و261 كيلو في تمرين الكلين اند جيرك. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. باجمالي 477 كيلو، نص طن. ايه ده؟ فكر فيها كده، انسان بيحط ضعف وزنه فوق دماغه، وبعد ما بينزل الوزن بيفكر انا هقدر ازود قد ايه المره اللي جايه. وده بيحصل لاسباب واضحه وصريحه جدا، وده نتيجه سنين من السترينث وباور وتكنيك وكوردينيشن وموبيليتي. كل حاجه تقريبا في حياته متوجهه ناحيه حاجه واحده بس: ارفع اكبر وزن ممكن. زي بالظبط هالك سماش، هدف واضح وصريح. نيجي بقى للناحيه الثانيه والماراثون، 42.195 كيلو متر. وفي سنة 2026 سيباستيان ساوي، يا رب اكون قلت اسمه صح، سجل اول ماراثون في التاريخ تحت الساعتين. انا حاسك ما يعني لا انا حاسك ما انبهرتش كفايه. خليني اوضحها لك. انه يجري ماراثون كامل في ساعه 59 دقيقه ونص، ده معناه ان متوسط سرعته كان بياخد الكيلو في دقيقتين و50 ثانيه لمده 42 كيلو. انا عايز اقول لك انا لو جريت الدقيقتين وال50 ثانيه لوحدهم حد هيطلب لي الاسعاف بعدها. ده طبعا بقى مش لمجرد ان هو عنده كارديو حلو، ده نتاج تخصص شديد جدا: ايروبيك كاباسيتي، راننج ايكونومي، ثريشولد، بيسنج، فيول مانجمنت، بايو ميكانكس نفسها بتاعت الجاريه،
كل ده تخصص مع سنين طويله من التدريب والجري. جسمه تقريبا بقى متصمم انه يعمل حاجه واحده بس وبشكل مرعب جدا، انه يجري باسرع سرعه ممكنه لاطول فتره زمنيه ممكنه. هنا بقى الموضوع يبدا يبقى مثير. تعال نجمع الثلاثه مع بعض، الماراثون والويت ليفتنج والبودي بيلدينج. هتلاقي اجسام مختلفه، بيتمرنوا بشكل مختلف، بيتحركوا بشكل مختلف، بياكلوا بشكل مختلف، والاهم اجسامهم كلهم اتاقلمت بشكل مختلف. لان جسمك مش مهتم انت بتقول لاصحابك انت بتعمل ايه ولا كاتب في الانستجرام بايو بتاعك ايه، جسمك مهتم انت بتطلب منه ايه وعلى اساسه هيديك اللي انت بتطلبه. جسمك بيرد على الحاجه اللي بتطلبها منه بشكل متكرر، وده مبدأ مهم جدا من مبادئ التمرين اسمه السبيسيفيسيتي او التخصصيه. يعني بكل بساطه عايز تبقى احسن في الجري اجري، عايز تبقى اقوى شيل وزن اتقل، عايز تبني عضل اتمرن للهايبرتروفي، عايز تبقى ويت ليفتر اتمرن ويت ليفتنج، عايز تبقى لعيب جمباز قد الدنيا اتمرن جمباز، عايز تبقى احسن في الكاليستينكس اتمرن السكيلز. يعني مش معقول تبقى عايز تبقى اقوى لعيب جمباز في الدنيا مثلا وتفضل تلعب بايسب كيرلز مثلا، مع ان انا شخصيا بقى مع البايسب كيرلز. وبعدين جت ثوره السوشيال ميديا. السوشيال ميديا شافت كل ده وقالت لك ليه نختار؟ طب ما نعملهم كلهم. ليه تبقى قوي بس؟ ليه ما تبقاش قوي وبتجري؟ ليه تبقى ضخم بس؟ ممكن تبقى ضخم وعندك انديورنس. ليه تبقى مرن؟ نقطة. ليه ما تبقاش مرن وعندك عضلات كبيرة؟ ليه تختار اصلا؟ طب ما تبقى هايبرد اثليت. بصراحة في حاجة جميلة جدا في الفكرة دي، لان انك تبقى قوي وعندك ماسل ماس محترم وعندك كارديو كويس وعندك موبيليتي كويسه وكوردينيشن تحفه، ده مفيد جدا في الحياه العمليه. انت حرفيا بتبني هيومن تانك، دبابه بشريه. الشخص اللي يقدر يشيل يجري ينط يلعب يتحرك كل حاجه، هيعيش حياته كلها من غير ما ركبته تفيص، من غير ما ظهره يقدم استقاله. الهايبر تريننج فعلا يقدر يطور اكتر من صفه في نفس الوقت. والكونكرنت تريننج انك تجمع بين تمارين المقاومه وتمارين الانديورنس، مش معناه ان جسمك هيقف عن التطور تلقائيا كده. الهايبر اثليت مش هو الشرير، الفكره كلها مش ما تبقاش هايبر اثليت، لا، المشكله هي ما تخلطش بين انك تبقى ممتاز في حاجات كتير وانك تبقى الاحسن والافضل في العالم في حاجه معينه. ودي نقطه مهمه قوي، لان هنا بقى الفخ. السوشيال ميديا مش هتوريك الجزء ده. افترض ان عندك 10 صفات: سترينث، باور، سبيد، انديورنس، موبيليتي، اجيليتي، بالانس، كوردينيشن، ماسكولار انديورنس، وبادي كومبوزيشن. وانت معاك في جيبك عدد موارد محدوده قوي، معاك وقت وطاقه وريكفري وقدره على الادابتيشن او التاقلم. تقدر توزع مواردك ديت على ال10 حاجات وهتبقى جامد فيهم كلهم، حرفيا هتبقى دبابه بشريه. بس في مشكله صغيره، كل مجهود او كل ساعه بتحطها ناحيه تطوير حاجه معينه هي ساعه او مجهود ما تحطش في تطوير حاجه تانية. يعني كل ريكفري بتصرفه ناحيه الجري هو ريكفري ما تصرفش ناحيه الماكسيمم سترينث. كل ماسل ماس او عضلات زياده بتضيفها لجسمك ممكن يبقى غير مناسب للرننج ايكونومي بتاعك او منظومه الجري بتاعتك. كل تريننج فوليوم بتضيفه لجسمك لازم يتعافى منه. وده مش معناه ان الصفات دي ضد بعض، هما مش ميوتشوالي اكسكلوسيف، لا، انت تقدر تلاقي حاجه في النص وتبقى مبسوط جدا بيها. لكن لازم تفهم انك كل ما تقرب من مستويات النخبه وعايز تبقى احسن واحد في حاجه معينه، كل 1% بيبدا يبقى غالي. هنا بقى يجي السؤال الحقيقي: ماذا لو انت مش عايز تبقى فت وخلاص؟ ماذا لو انت عايز تبقى الافضل؟ لان فت وإليت مش نفس اللعبه. كونك فت فانت بتطور جسمك بشكل متوازن، انما كونك إليت معناه انك بتاخد كل نسبه ممكنه من اداء جسمك في انك تحقق حاجه واحده بس معينه. تخيل معايا كده، انت عايز تكسر الرقم القياسي العالمي للماراثون، مش هينفع تقول ان انا هتمرن جري 5 ايام و3 ايام بادي بيلدينج واولمبيك ليفتنج يومين عشان مرهق وكاليستينكس بقى عشان انا بحبه جدا والباركور عشان بعشقه جدا. بس ايه انت بتحضر للماراثون ولا بتحضر افنجرز؟ لما تكون بتحضر لرقم قياسي عالمي كل حاجه حرفيا بتعملها لازم تبقى بتصب في مصلحه الرقم ده. كل حاجه، نومك، اكلك، شربك، ريكفري، البيسنج، التكنيك، كل حاجه ممكنه، حتى التفاصيل الصغيره، لانك مش بتحاول تبقى كويس، انت بتحاول تبقى الافضل. دلوقتي نرجع لعم سبايدر مان، الرجل الحبلكوت، معضل قوي سريع مرن اجايل، عنده انديورنس وكوردينيشن وبالانس، عنده كل حاجه، شكله كده البيرفكت هيومن. وممكن فعلا بالنسبه للحياه اليوميه ده يبقى اقرب مثال للراجل الانسان المتكامل. لكن حطه قدام اعظم المتخصصين في العالم، عداء الماراثون هيكسبوا في السباق، لعيب الويت ليفتنج هيرفعه في المنصه، البادي بيلدر هياخده تحت باطه، لعيب الجمباز هيكسبه في الجمباز، والسبرنتر اللي بيجري 100 متر هيبقى اسرع منه. كل سبيشالست او كل متخصص هيكسبه في الحاجه اللي هو تخصص فيها. وفجاه تكتشف حاجه غريبه جدا، ان الهايبرد اثليت مش فاشل، هو تريد اوف، تجاره. هي نتيجه لان انت قلت انا مش مستعد اضحي بكل حاجه عشان حاجه واحده. انما السبيشالست او المتخصص ده العكس تماما، هو قرر يضحي بكل حاجه علشان حاجه واحده بس هو محتاجها وعايزها. هو ده تمن الجريتنس، ان انت تبقى جبار، تبقى 1 اوف بليون. ايوه يعني الهايبر تريننج كده ما ملوش لازمه يعني ولا ايه؟ لا،
لا يمكن ابدا تنفيذ حكم انت كده فهمت الفيديو غلط تماما. لو استنتجت ان الهايبر تريننج ملوش لازمه فانت ما فهمتنيش. في سؤالين: انا عايز ابقى فت قد ايه؟ والسؤال الثاني: انا عايز ابقى قوي في الحاجه دي قد ايه؟ مستعد اضحي بقد ايه عشان ابقى جامد في الحاجه دي؟ لو هدفك في السؤال الاول ان انت يبقى عندك قوه، سريع، عندك اجيليتي، عندك مرونه، موبيليتي، كوردينيشن كويس وكده، فحلو. انت مش محتاج وورلد ريكورد، مش محتاج تبقى اقوى واحد في الجيم، مش محتاج تجري ماراثون ساعتين، مش محتاج تكسب مستر اولمبيا، مش محتاج ترفع 220 كيلو فوق دماغك. انت بس محتاج جسم يقدر يعمل التاسكات المهمه والبسيطه اليوميه، زي الجري، يقدر يشيل حاجه، يقدر يتنطط، يلعب، يجري، تقدر تسافر وتستكشف وتقدر تعيش حياتك اليوميه بشكل صحي تماما، وتفضل قادر تعمل ده بعد 10 20 30 سنه من دلوقتي. لكن لو في حاجه واحده في حياتك معينه انت عارفها وعايز تبقى استثنائي فيها، يبقى الرساله مختلفه. وبرضه عايز اقول لك حاجه، ان العالم مش بيفتكر اللي كان تقريبا الافضل في كل حاجه، العالم بيفتكر اللي مسك حاجه واحده بس وبقى مرعب فيها. وهي دي البارادوكس. عشان تبقى بني ادم متكامل هتحتاج تطور حاجات كتير قوي، لكن عشان تبقى 1 in a billion تقريبا انت هتحتاج تضحي بكل حاجه مش بتخدم الهدف ده. فالمره الجايه لما تشوف هايبر اثليت على الانستجرام بيجري ماراثون وبيشيل اوزان تقيله وبيسبح وعنده مرونه وعنده كل حاجه، عايزك تسال نفسك: هل انت فعلا عايز تبقى زي الراجل ده، ولا انت في رياضه معينه عايز تبقى افضل حاجه فيها؟ لان الاثنين مش دايما نفس الطريق. البيرفكت هيومن وجهات نظر بقى، مش شرط يبقى هو الشخص اللي قادر يعمل كل حاجه. البيرفكت هيومن ممكن يبقى شاف حاجه معينه وقال ان هي دي اللي تستاهل يبقى ممتاز فيها. السلام عليكم.